السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. فيديو النهاردة بقى عن الكوردون بلو من الأكلات العالمية اللي بتتقدم في المطاعم، وطبعا اتعودنا ان احنا ناكله من بره اكتر ما نحضره في البيت. دايما كده بنخاف ان احنا نحضره في البيت ولما نفتح نلاقيه مش ناضج تماما. النهاردة هقولك ازاي تحضريه بكل سهولة وطريقة التسوية المظبوطة، وكمان هيطلع احلى من الجاهز بكتير. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنا عندي صدور دجاج مخليه من العظم والجلد بالشكل دوت، وطبعا الوصفه ديت ما ينفعش نستخدم اوراق، لازم نستخدم صدور. بعد كده هنبتدي نشيل الزياده اللي من ورا في الصدر زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. اهم حاجه تكون السكينه اللي انتوا هتستخدموها تكون سكينه حاده. هنا بقى وبمنتهى الخفه كده هنفتح بحرص من النص زي ما انتم شايفين اهو، واهم حاجه من غير ما توصلوا للاخر. طيب لو انتوا مش هتعرفوا تعملوا الخطوه ديت وحسيتوها ان هي صعبه معاكم، تقدروا ان انتوا تقولوا للراجل بتاع الفراخ ان هو يعملها لكم زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. هفتح معاكم واحده كمان، بنشيل الزياده اللي ورا، وطبعا دي بنحتفظ بيها نقدر نعمل بيها اي وصفه تانية اهو زي ما انتوا شايفين كده بحرص. تمام بالشكل دوت. هنا بقى معايا كيس بلاستيك حطيت عليه الصدر ومن فوقيه كيس بلاستيك، وبمدق البفتيك هنبدأ ارفع سمك الصدر على قد ما تقدروا. ما تخافوش لو لقيتوا حته معاكم اتقطعت، ما تخافوش، كل ده هيتدارى. من سر التسوية ان ما يبقاش سميك فياخد تسوية صح زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت. والحته اللي تلاقوها سميكه معاكم ابدأوا ان انتوا رفعوها زي ما انتوا شايفين كده. بقى جاهز اهو معانا. وهنا بعد ما خلصت الكميه بتاعتي، يلا بقى علشان نتبله. هنا معايا ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ربع معلقه صغيره من البصل البودر والبابريكا والملح. هنبتدي ان احنا نقلبهم مع بعض، وبعد كده هنتبل الصدور بتاعتي بالشكل دوت، وهنتبل على الناحيتين زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. بعد كده بقى هنجيب بكرة الاسترتش بتاعتنا وناخد منها حتة بالشكل دوت، ونحط الصدر بتاعنا. وهنا بقى معايا الحشو، معايا هنا رومي مدخن ومعايا شيدر ومعايا موتزاريلا، تقدري تستخدمي روز بيف، الحشو اللي انت بتحبيه. هنا بقى معايا الرومي المدخن حطيت عليه الشيدر والموتزاريلا، وابتدي الفهم بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنحطهم على الصدر بتاعنا. واهم حاجه يا جماعه نقفل من الجوانب علشان الجبنه لما تسيح ما تخرجش من الجنب زي ما انتوا شايفين بالشكل كده. ونبتدي نلف اهو واحده واحده معاكم، انا مبطئه الفيديو اهو. نبتدي نلف كده واحده واحده ونقفل من الجوانب. طريقتها سهله وما تخافوش اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. نبتدي نلف اهو الاسترتش، وبعد كده هنبتدي نلفها كده علشان نضغطها وتبقى متماسكه معانا. نبتدي نلف الرول كده زي ما انتوا شايفين اهو. هعمل معاكم واحد كمان، هنحط الحشو وبعد كده نقفل من الجوانب، وبعدين كده نلم بالاسترتش بتاعنا. نلف ونضغط، نلف ونضغط اهو تمام. وطبعا بنربطه من الجوانب. هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي هندخله الفريزر لمدة ساعة. ضروري يا جماعة ندخله الفريزر قبل ما نبدأ نشتغل فيه. تعالوا بقى نشوف خليط التغطية بتاعنا عبارة عن ايه. معايا حبتين من البيض، عليهم ربع فنجان من الحليب، رشة من الفلفل الأسمر، ورشة من الملح، وهنقلبهم كويس. هنا بقى معايا بقسماط كريسبي، طبعا لو مش متوفر عندك البقسماط الكريسبي تقدري تستخدمي بقسماط عادي. هنا بعد الساعة طلعتهم من الفريزر،
هنبتدي ان احنا نفكهم. هم طبعا كده بقوا متماسك. زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. هنا بقى معايا دقيق، هنزل بقطعة الكوردون بلو في الدقيق الاول، وبعد كده هننزل بيها في البيض. بعد كده هننزل بيها في البقسماط بتاعنا، ونغلفها بالبقسماط من كل الاتجاهات. وبعد كده هنرجع ننزلها في البيض. انا هعملها طبقتين، لو انت حابه ان انت تعملها طبقه واحده مفيش مشكله. وبعد كده نحطها في البقسماط تاني. زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. هعمل معاكم واحده كمان، هننزل بيها في الدقيق الاول، بعد كده في البيض، والبقسماط. بعد كده بقى هندخله من التلاجة ربع ساعة او نص ساعة علشان الكفر يتماسك معانا. بعد كده هنا بقى معايا زيت سخن وسط، اهم حاجة ولا يكون الزيت سخن قوي ولا بارد. لو الزيت سخن قوي الفراخ هتاخد معاكي لون بسرعة وهتبقى نية من جوه، ولو الزيت بارد هتشرب معاكي زيت ومش هتبقى حلوة. الزيت يكون سخن وسط، وهننزل بقطع كوردون بلو ونبتدي نقلبها على جميع الاتجاهات بالشكل دوت. زي ما انتوا شايفين كده ايدينا فيها يا جماعة، ونقلب ونوقفها كده علشان تاخد لون من تحت زي ما انتوا شايفين. وطبعا هي لما بتبقى اللون بتاعها التحمير الغامق ده، هو ده التسوية الصح والمظبوط. بعد كده هنطلعه من الزيت. تعالوا بقى نفتح واحدة مع بعض. عايزة اقولك ان هي مستوية كويس جدا. تعالي بقى، شايفة مستوية ومقرمشة. شايفة الجبنة. طبعا انا هنا عملت جنبها مكرونة بالوايت صوص، تقدري ان انت تعملي الحاجة اللي انت بتحبيها وبتفضليها. وحطيت كده قطع كوردون بلو جنبها، يعني نقدر نقول فعلا ان هو شغل مطاعم. المكرونة طعمها حلو قوي يا جماعة. طريقتها سهلة يا جماعة وبسيطة، وتقدري ان انت تعملي منها وتخزنيها في الفريزر وتطلعيها على القلي. بس طبعا بتطلعيها وتسيبيها شوية تفك وبعد كده تقليها. جربوها يا جماعة بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. انا هفتح معاكم واحدة كمان. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو الفيديو ما عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.